هو انا بس ما اعرفش مين اللي عمل قواعد للقهوه، يعني مين مثلا مننا او مين في العالم عامه عمل قاعده للقهوه عشان يشتغل الناس على اساسها. لو حد عمل يا جماعه قولوا لي، يعني مثلا لو حد مثلا طلع قال لك ان انا دي القاعده بتاع القهوه ودي الاسس بتاعتها ودي الحاجه اللي ما ينفعش الناس تخرج عنها، اصل علاء فوده بيعمل خلطات، اصل علاء فوده بيألف، اصل علاء فوده بيهين القهوه، اصل علاء فوده، اصل علاء فوده، اصل علاء فوده. مع احترامي الكامل لاي حد خلقه ربنا في المجال، القاعده ملهاش اي اساس من الصحه. القهوه هي مهنه عباره عن فن، كل واحد بيرتجل ما عليه. انت شخص بترتجل الحاجه تطلع حلوه بتعرضها على الناس مش اكتر. الحمد لله بفضل الله، فضل يعني كبير قوي 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 ربنا بجد سبحانه وتعالى. بن فوده بجد الفيدباك بتاعه رائع، الفيدباك على الخلطات رائع. احنا بقينا بنشحن لاكتر من 15 دوله، احنا بقينا بنشحن لكل حته في مصر، بقينا بنشحن لكل حته في العالم، كل الناس الفيدباك رهيب، فيدباك تحفه، محدش بيتشكى. طب امال يا جماعه الكميه، انا معلش بس هحط شويه كراميل لان انا يعني بحب صوص الكراميل بصراحه. امال يا جماعه مين الناس اللي بتقول في التعليقات، او مين الناس دي؟ انا بجد فضل من ربنا برضو ان انا ولا بشوف تعليقات ولا بشوف مسجات، بس الفتره اللي فاتت يعني كنت مسافر وبتاع وفاضي، كنت بخش بقى ايه اشوف الكومنتات بتاعتكم، اشوف المسجات. بجد انت كل اعتقادك او كل مثلا انتقاداتكم بتبقى غريبه، اللي هو انت بتهين يا صاحبي. القهوه اشتكت لك؟ انت شفت حد بقول لك في العالم منظمه القهوه العالميه مثلا نزلت كده ببيان رسمي ريسبي معين قالت لك العالم يمشي عليه واللي مش هيمشي عليه ده بني ادم خارج المجال مثلا؟ مفيش الاوبشن ده. في فرق يا جماعه بين القهوه السبيشاليتي، مع احترامي الكامل لكل الناس اللي بتقدم محتوى عن القهوه السبيشاليتي، في فرق بين القهوه السبيشاليتي وفي فرق بين القهوه التجاريه. القهوه التجاريه هي عباره عن انواع بن اصلا مش واخده تصنيف، مش اصلا واخده تصنيف في منظمه القهوه العالميه، فاحنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نوظف الانواع دي مع بعضيها فتطلع لك فنجان قهوه كويس يناسبك عن طريق خلطات القهوه. انا بقدمها بطريقه ممكن ما تكونش مثلا مناسبه بالنسبه لك، سكيب الفيديو، بس هي مش غلط. انت لو رحت عند اي براند بدون ذكر اسم، اي براند في مصر، لو هو ذكر يقدم لك المنتج نوع واحد، لو هو ذكر يقدم لك البرازيلي لوحده، والله ما هتشربه. واما بترجع بقى لو انا اديت لك البرازيلي لوحده هترجع تقول لي اصل بني فوده وحش. بس قطعت الفيديو لان احنا كان في حد بيخبط علينا جاب لنا اوردر. انا بحب اكل على فكره مع الايس كوفي عادي. وكنا بنقول ايه؟ الناس اللي بتنتقدني، يا جماعه ابقى اشوفكم بجد والله العظيم ان شاء الله ان شاء الله برد عليكم، هبقى اتابع معاكم الكومنت اللي انتوا بتكتبوها السلبيه. هو في كومنت سلبيه كتير صح؟ ما تعدش. تعرف ان اخر فيديو انا عملته كان عليه كومنت سلبيه انا شحنت منه كام اوردر؟ يا اسطى انا شحنت اوردرات اقسم بالله في كل حته، يعني في عميل جالي من استراليا اقسم بالله بعت حد هنا من مصر عشان يشحن له اوردر استراليا بجد بسبب الكومنتات مثلا زياده بقى وعلى جاب ريتش عالي والكلام ده. انا ما كنتش اعرف موضوع الترندات بقى والريتش العالي والحاجات السلبيه والكلام ده، بس بسم الله ما شاء الله انتوا بتعلموني ماركتنج جامد فشخ. بس انا مش هستغل ده ومش هلعب على النقطه ديت، لان بشوف طبعا دي حاجه غلط، وبشوف ان انت يعني مش مجبر ان انت تعمل ده. وبشوف انا كبني فوده مثلا او انا كعلاء فوده واحد من الناس الاونر بتوع بني فوده، ما احناش محتاجين للكلام ده. الحمد لله احنا سمعتنا الدنيا كلها عارفاها، الحمد لله احنا عندنا فروع في كل حته، الحمد لله احنا بننجح وبنتقدم. بالسوشيال ميديا زدنا شويه، بالسوشيال ميديا مبيعاتنا زادت شويه، بس هي مش الاساس. احنا عندنا الاساس على ارض الواقع، احنا عندنا الاساس في محلاتنا، بننا كله معروض قدام عينك اهو، تقدر تيجي تاخد المنتج اللي انت عايزه. وهرجع لنفس النقطه، والله العظيم احنا لو بعنا لكم انواع فرديه بجد انت مش هتقول اصل انا خدت البن البرازيلي من عند بن فوده وطلع وحش، لا انت هتقول انا خدت بن من عند بن فوده وطلع وحش. فانا بعمل لك الخلطات عشان حاجه تناسبك. بالتالي بقى نروح ناكل.